أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست اللي بيطبطب على قلوب الملايين. 12 وتلت. عاملين ايه يا جماعة؟ وحشتوني قوي من الأسبوع اللي فات. أنا عارفة إن في لخبطة كتيرة قوي في المواعيد وبنزل امتى، بس الدنيا مكعبلة قوي. انتوا عارفين رمضان داخل وكل سنة وانتوا طيبين فمعلش عدوها لي. بس ان شاء الله اللخبطة دي ما تحصلش تاني. هنرجع على السكادجول بتاعنا، انه الحلقة بتنزل يوم الخميس الساعة 12. من بعد الساعة 12 تقدروا تسمعوها، ويوم الجمعة تصحوا كده تلاقوا الحلقة تسمعوها مع كوباية الشاي باللبن الجميلة والفطار الجميل بتاع يوم الجمعة. معلش طلب اخوي، احنا اخوات بقى، يعني انا بقعد معاكم بعد الساعة 12 بالليل، فخلاص يعني خليني اعتبر ان احنا اخوات. واقول لكم انه يا ريت لو انتوا بتسمعوني على يوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك على الفيديو، ولو انتوا بتسمعوني على اي بلاتفورم تانية ان انتوا تعملوا ريت للحلقة، علشان زي ما انا بسمع كلامكم وبهطول لكم الحلقه وبشيل لكم الميوزك وبعمل لكم، انا مش هعمل لكم كل ده كده يعني. التقدير رايح جاي. لو سمحتوا وقفوا الحلقه ثانيه، تعملوا تشيك اب مع نفسكم واسالوا نفسكم انا حاسس بايه، ايه الحاجه اللي مضايقاني، ايه الحاجه اللي مفرحاني. حاولوا تفتكروا ولو حاجه واحده بس حصلت في اليوم النهارده او حتى في الاسبوع انتوا ممتنين ليها ومبسوطين منها ان هي حصلت، حتى لو كانت الحاجه دي بس انه صحينا الصبح وقدرنا نحرك رجلينا من على السرير وننزل نتحرك. دي حاجة تكون grateful ليها، علشان احنا بناخد كل حاجة في الحياة for granted وان هي حق مكتسب، بس هي بتبقى كبيرة قوي عند ناس تانية ناقصة عندهم، فنحمد ربنا كل يوم. موضوع حلقة النهاردة موضوع بجد سحلني انا شخصيا، وهو الالعاب النفسيه في حياتنا كمصريين، وسبيسيفيكلي مصريين. في حاجات كده ما بيننا كمصريين مفيش اي حد مش مصري مش هيفهمها، حتى لو مصري وعايش برا مصر ما اظنش ان هو هيفهمها. في كده انسايد جوكس وفي كومن سنس كده ما بيننا، بجد انا مش بلاقيه مع اي حد تاني في الدنيا. بس انا سرحت كده مع نفسي، لو انا جبت حد مش مصري مصر، قد ايه في حاجات انا مش هعرف اشرحها له. وهي اصلا الحاجات دي يعني لو هبصلها من ناحية سايكولوجيكال بقى، من ناحية حبيبة بقى الثيرابيست وكده، بجد هي حاجات عبارة عن ترومات كبيرة قوي. يعني كأننا احنا كلنا كشعب دخلنا في ترومات سببت لنا الافعال دي او ردود الفعل دي. بس في نفس الوقت هي جوكس، احنا عايشين على الدارك كوميدي. واول حاجه احب ابدا بيها ان انا كنت بحكي مع اصحابي بقول لهم ان ازاي لو في حد جاي من بره هشرح له ان احنا بنفاصل. قالوا لي ان بره في مفاصله، يعني عادي بيفاصلوا برضو لما بييجوا يشتروا حاجات وكده، بس لا لا لا، انا متاكده ان المفاصله في مصر واخده ليفل تاني. اقسم بالله الامهات المصريه واخدين ماسترز في المفاصله دي. مايند جيم كبيره جدا بجد. يعني ايه اقف مع الراجل يقول لي الحاجه دي ب50 اقول له ب5؟ وبعدين انا فاكره ان انا وانا صغيره كانت ماما بتاخدني معاها، انا بجد انا كنت بتوتر من اللي ماما بتعمله. يعني هو يقول لها 50 هي تقول له 5، فانا لو يعني ايه يقول لها لا يا حاجه وبتاع وما ينفعش وازاي ومش ازاي، ماما تقول له طب بس خلاص هلم حاجتي وماشيه اهو وتمشي. والراجل دي توكسيك ريليشن شيب، ده المانيبيوليشن، ده الجاز لايتنج في ابهى صوره قسما بالله. يقول لها خلاص يا حاجه وتعالي وبتاع عشان خاطرك ومش عشان خاطرك. يعني انا هشرحها ازاي دي بقى؟ دي انا هشرحها ازاي؟ ويعني ايه اصلا اقف مع حد انا عايزه اجيب منه حاجه واقوم قايله له خلاص مش عايزاها واسيبها وامشي؟ انا ياما عيطت في الموقف ده، انا ياما اتعصبت. طبعا قصة اهلي المفضلة، انا وانا في سنة اولى انزل اجيب حاجات في حياتي، رحت ماما كانت عايزاني اجيب موز. دي قصة اهلي المفضلة، انا هحكيها بدل ما هم يسمعوا الحلقة ويقولوا لي يا ريتك حكيتي. وفاكرة كويس قوي ان الراجل قال لي ان كيلو الموز ب5 جنيه. فانا بقى انا هو انا بقالي كام سنه ماما بتمارس المفاصله دي في السوق، فانا لازم اتولى المنصب بعديها، هي بالوراثه. فانا حسيت لا انا لازم ارفع راس امي. بصيت له في عينه قلت له انا هاخد 2 كيلو ب10، وعملت مايك دروب كده، سكت شويه وبصيت له بصه فيها كلها جراءه. فالراجل اتوتر جدا قال لي ماشي تمام. بس لا لا لا، يعني كمان في فن بقى في المفاصله اخر في الهدوم، ان ماما دايما في اي محل
لازم تطلع عيب في البيس اللي انا معرفش ازاي، وبتدور بتلاقي، سبحان الله اللي بيدور على حاجه بيلاقيها. لازم تطلع عيب في الحاجه اللي انا السوسته بتعلق. ما انت بقى لازم تنزل لي عشان بقى السوسته بتاع. احنا وصلنا في الاخر ان الناس البياعين تقريبا قطعوا على الحركه دي، فبقينا بقى لو عملت انا الاتيتيود ده وبتاع يقول لي معلش. اخر مره الراجل قال لي معلش، وانا اشتريتها بفلوسها عادي. من احدى مخاوفي في الحياه ان انا اتعلم السواقه، لا، ان انا اسوق. انا ما عنديش مشكله ان انا اتعلم السواقه، انا عندي مشكله ان انا اسوق. لان انا لحد النهارده يعني لما بركب جنب اي حد ايا كان مين، بيجيلي ميني بانيك اتاكس على مراحل مختلفه، علشان انا مش فاهمه يعني ايه اكون سايقه والاقي حد جاي عكس، والمفروض ان انا ما اتوترش، وبعدين الاقي حد بيعدي السكه، والاقي والله العظيم يا جماعه لسه من اسبوع احنا ماشيين عادي في الطريق، طريق اصلا هاي واي، ولقيت مشروع اللي هو also known as ميكروباص. في نص الطريق هو واقف عطل، مش قادر يقف على جنب. احنا على هاي واي، احنا على هاي واي فانا بجد احنا لو كانت الدنيا ضلمه شويه ما كنتش اشوفه، ما كانش حد هيشوفه اصلا. فازاي اشرح لحد جاي من بره ان دي السواقه في مصر عادي؟ انا اصلا مش عارفه ازاي اشرح لاي حد في الدنيا السواقه في مصر، لان انا شخصيا مش عارفه اهضمها. انا مش عارفه افهمها. هو انا اعرف ان الاشاره، احنا بنعمل اشاره عشان احنا داخلين شمال او داخلين يمين، بس mainly الاشارات عندنا بتستخدم في يلا نشد مع بعض او يلا انا بشتمك، لكن ما بتستخدمش خالص في هدفها الرئيسي. كذلك الكلاكس، انا الكلاكسات انا عامه نفسي اقول رايي والناس تاخد بيه. انا نفسي يعملوا حاجه، احنا في 2024 اخترعوا حاجه تخلي الكلاكس بيسحب من البنزين، عشان انا تعبت من كتر الكلاكسات العماله على بطال. احنا فرحانين بنعبر ازاي في الفرح بنكلكس للعريس والعروسه. في حد الدنيا واقفه الاشاره لو قافله بتكلكس ليه؟ الاشاره قافله اعمل ايه؟ اطير يعني؟ انت بتكلكس ليه والاشاره واقفه؟ واحد مخنوق شويه فبيكلكس. طبعا اكتر حد ده بقى ده بيعجبني، ده لما بيكلكس انا ببقى مبسوطه. لو انا راكبه مشروع وهو مشغل مهرجان وبيكلكس على البيت بتاع المهرجان، اقسم بالله سواقين المشاريع دول في حتة تانية تماما في الهرم الغذائي في الدنيا. ومش عارفة قوي برضو ازاي هشرح لهم ان عادي جدا ان احنا نبقى راكبين برضو مشروع، والمشروع يقرر ان انا لما اقوله على جنب ان هو مش هينزلني على جنب، ان هو هينزلني في نص الشارع. انا كمية المرات اللي انا كانت حياتي هتنتهي، حرفيا حياتي كانت هتنتهي بسبب سواق مشروع مكسل يجي على جنب. يعني ليه منزلني في نص الشارع على البحر؟ يعني ليه بتحاول تعمل ايه؟ وازاي هشرح لهم انه عادي انا حد قررت ان انا هركب مواصلات عامة، هركب اتوبيس علشان عايزة اروح بيتنا، بس معلش واحنا نازلين انا هعمل عملية انتحارية وهرمي نفسي من الاتوبيس وهو ماشي. جماعة كمية البني ادمين اللي انا شفتهم وقعوا وقعات وحشة فشخ من الاتوبيس، بجد وقعات مؤذية، بجد وقعات مؤذية، مع اني نفسي اعمل الحركة دي في يوم من الايام، بس انا عمري ما هعملها. بس ليه؟ هو اصلا ليه؟ وكمان هو احنا ليه بنعدي السكة وعلى البحر مثلا والسكة مفتوحة، يعني الإشارة عادي خضرة العربيات تعدي، بس انت بقى مش قادر الكام ثانية دول انت هتقابل نجيب ساويرس على الضفة التانية من الطريق، فانت لو استنيت الكام ثانية دول هو هيتقرف منك وهيسيبك ويمشي. ما تستنى الاشاره. انا مش فاهم ده. برضو نرجع للحته بتاعت السواقه، انه عادي جدا ان انت سايق وهوب سوسن وخطيبها قرروا يعدوا السكه دلوقتي. وبعدين اللي بيعدوا السكه دول دايما ما بيعدوش السكه عادي، ده بالذات عندنا في اسكندريه ما بيعدوش السكه عادي، لا هو بيبقى ما تفهمش ده فتش ولا ده ادرينالين رش ولا ده ايه بقى، بيعدي السكه ببرود اعصاب انا ما شفتوش في حياتي، وبيجي قدام العربيه ويبص لنا كده، بيعمل معانا اي كونتاكت، مستني تقريبا محمد فؤاد يجي ينقذ حياته ويحبوا بعض في الاخر مش فاهمه.
واللي انا هقوله دلوقتي ده حاجة غلط جدا، وانا حابة اكرر ان هي غلط جدا، محدش يعملها يعني ابدا، وحاجة وحشة فشخ في مجتمعنا. انا نفسي تتغير، واوريدي هي بتتغير، في ناس كتير بتتكلم فيها وتشيز حاجة عظيمة جدا. بس انا مش عارفة ازاي اشرح لحد ان احنا عادي في تجمع عائلي، وبيبقى دايما في طفلة صغيرة في عمه كبير ناقص بيقرر انه البت دي مراتش، البت دي بقى انا هتجوزها ايه يا راجل، يا شحت، يا زبالة، يا رمة. عامة بجد يخرب بيت القرف، محدش يعمل كده عشان دي حاجة وحشة جدا للأطفال. يعني أنا مش عايزة أطلع من حتة أدخلكوا في حتة دارك، بس بجد محدش يعمل كده عشان دي حاجة غلط قوي نفسيا. علشان لازم الطفل يتربى ان يكون فيه باوندريز، وانه مش اي حد معدي يعني فاهمين؟ مش معنى ان عمو ده يبقى ابن خالة جوز اخت امي يقدر يقول عليا دي مرغوتشي ويعدي عادي، مش هينفع. ده بره مثلا اسمه بيدوفيليا، انت بيدوفيلك، ما تقوليش دي مرغوتشي وعادي انا بهزر بيدوفيلك. انا كلام كتير مش عايزة، بس دي من ضمن الحاجات اللي بتعدي عادي. انا مش عارفه الجمله دي بتعدي عادي ازاي. انا لو بجد في حاجتين مش عارفه هشرحهم ازاي، او هعيش حد مش مصري الاكسبيرينس بتاعتهم ازاي. انا مش عارفه ازاي اخد حد مش مصري اوديه عزا مصري اصيل. اوله بيبقى دراما وعياط طبعا، والبقاء لله وربنا يرحم جميع امواتنا. بعد كده هوب ستاند اب كوميدي. كل واحد بقى عنده افيه هيرميه وصريخ ضحك، صريخ يا بعد ما كان صريخ عياط بقى صريخ ضحك. وبجد هو مفيش وسط، هو احنا كنا بنعيط فشخ بعد كده بقينا بنضحك فشخ. انا لحد دلوقتي انا عجزت عن التفسير العلمي للعزا المصري. يعني انا في حاجات كتير قوي بفهمها، بس العزا بالذات مش بفهمه. هو نوع من انواع الدينايل يمكن، بس بجد لو في حد برانا جه شافه او حضره معانا وعاشه هيجيله تروما بيت. من اكتر الحاجات اللي بتضحكني بقى اكتر انه لما بنضحك ده كل عزة لازم، يعني هو انا مش عارفه اصلا الناس بقت بتقول الجمله دي ليه يعني، بس من الكليشيهات طبعا انه لما نضحك يقولك اصل الميت كانت روحه حلوه. يعني ايه؟ يعني احنا 100 مليون مصري روحنا حلوه؟ فين الاشرار؟ طيب انا مش انا يعني مع احترامي ليه هو اكيد روحه حلوه وجميل وكل حاجه، بس يعني how come يا طنط. ويا سلام بقى لو طلعنا من العزا وديته فرح، المصيبه ان هو هيروح الفرح يلاقي ناس بقى بتعيط. لا وعلى فكره عياط شحت يا جماعه قسما بالله. انا في فرح حد في عيلتي، انا الفرح ده مش فاكراه بجد، مش يعني كنت كبيره بس انا مش فاكراه عشان انا ما حضرتوش، عشان انا الفرح كله من اول ثانيه فيه لاخر ثانيه فيه كنت بعيط. كانت حد من قرايبي قريب مني، وانا بجد من كتر التاثر انا مش عياط النهنها، عارفين عياط ان هو اجلي كراي بجد كنت بعيط عياط شحتفه مش طبيعي، وانا مش فاهمه ليه. يعني مش فاهمه ليه. انا كنت بضحك في عزا امبارح بس انا بعيط في فرح النهارده. انا اشرحها ازاي دي؟ انا اشرحها ازاي؟ وانا عمري في حياتي ما هعرف اشرح، لان انا اصلا مش عارفه اشرحها لنفسي انا شخصيا. المتسولين بتوع الاشارات، ربنا يسهل حال جميع الناس وربنا يتولانا جميعا. بس انا لو في حاجة عايزة اوصلها جد في نص الكلام انه خليكوا حريصين انتوا بتدوا ايه لمين وبتطلعوا صداقتكم فين، عشان هو واجب علينا ان احنا نتحرى في الامور دي. بس دي مش قصتنا يعني، وانا مش حد اتكلم في الدين، بس ده المسج الوحيد اللي انا عايزه اقولها. انا اللي بجد مش قادرة اشرحه ان انا في حياتي حضرت خناقة، بمعنى كلمة خناقة، بس عشان كان في واحد واقف في الاشارة، والراجل اللي انا راكبة معاه كان سواق اوبر، والراجل اللي واقف في الاشارة قال له ايه يا باشا يعني انت مش هتراضيني؟ فالراجل قال له ما انا لسه كنت معدي من الاشارة دي ورضيتك. رد منطقي يعني، انا شايفاه رد منطقي الصراحه. راح قال له يعني ايه يا باشا يعني انت مش هترضيني يا باشا؟ يعني ايه يا باشا يعني انت رضيتني؟ لا وانت رايح ورضيني ولا كانه ماسك هو الاشاره برحمه. ف يعني عجز
عجز كل حاجة فيا عن التفسير الموقف ده الصراحة. يعني هو انا مش فاهمة السواق ضرب ليه، هو ضربه ليه؟ انا مش فاهمة والله العظيم. هو مش المفروض ان انت يعني غلبان؟ مش المفروض ان انت غلبان وكده ولا أنا مش فاهمة بقى بجد، ما فهمتش. انا وكمان انا بقى اللي ما بفهموش ان هم بقوا كتير ودلوقتي بقوا اجريسيف. لان انا الموقف ده حصل معايا انا شخصيا، ان هم بدأوا يتطاولوا بقى. يعني هم بدأوا يتطاولوا، ما بقى يعني كلمة ربنا يسهلك او مثلا شكرا، او حتى لو انت ممكن تديلهم فلوس اصلا وما تعجبهمش، فيبتدوا يتعاملوا يدعوا عليك بقى. ده الريفرس بقى. انا في واحده عملت معايا كده في الكليه، كنت في الكليه ولسه طالعه من الكليه وبتاع، وكان عندي امتحان وماشي يعني اديت لها اللي فيه نصيب، وراحت ما جاتش معاها سكه، ادتني واحده ربنا ياخدك انا رحت قلت لها امين. انا ازاي اشرح لحد بقى موقف شبه ده يعني؟ ازاي؟ بس في مجموعه من الاكاذيب الكبيره اللي بجد لازم اي حد جاي من بره ما يقعش فيها، او حد جاي جديد مصر، جيل جديد او حاجه، ما يقعش فيها. اولهم مع احترامي ليك. مع احترامي ليك دي معناها سيب احترامك هنا عشان ما ينفعش تدخل بيه جوه، عشان احنا جوه فرشين سجاد. احترامك سيبه هنا حالا دلوقتي عشان انا همرمط كرامتك جوه. يلا اتفضل، اتفضل قدام. اكتر جمله كانت بتهلكني من الضحك وانا في المدرسه، الجملة بتاعت الامتحان جاي في مستوى الطالب المتوسط. الطالب المتوسط في جامعة هارفارد أكيد يعني، علشان مستحيل يكون اللي كانوا بيعملوه ما زالوا بيعملوه فينا ده في مستوى الطالب المتوسط العادي المصري اللي بيفطر فول وفلافل. مستحيل. ده أكيد طالب في جامعة هارفارد، زميل بإيلون ماسك. طبعا أكذوبة الثانوية العامة بتاعت جيب مجموع واحنا هنجيب لك عربية تروح بيها الكلية. ابقى تف على وشي نجيبوا لك عربية. انا كان نفسي في عربية وعدني بيها من وانا في ثانوية عامة بسالب 6 سنين، سالب 6 7 سنين كمان. ف نو واي. انا وجيلي كله والجيل اللي قبلنا والجيل اللي قبلنا والجيل اللي بعدنا برضو، اصلا انسى حوار العربية ده عامة يعني. مش عايزة اتدخل في تفاصيل بس انساه. اي حد سألته احط دي فين وقالك في الشنطة، في الدرج، في الحاجات دي، كذاب. عشان ده مش اول رد جه في دماغه. just to let you know. قابلت طبعا صاحبك او صاحبتك اللي بقالها 20 سنة ما قابلتهاش بالصدفة، عايزين نتقابل، عايزين نتجمع، عايزين نعمل جابرنج لطيف، ظبطي وكلميني، ظبط وكلمني واتساب بقى، معرفش ايه، نتقابل القرن اللي جاي ان شاء الله. يعني خلاص احنا مش محتاجين حتى نشرح الموضوع، بس هي ظبط وكلمني دي بقت بالنسبه لي also known as كده. لما حد بيقول لي ظبطي وكلميني ببقى عارفه ان ده خلاص، ده خلاص احنا مش يعني هو ما عندوش المنتال كاباسيتي ان هو يشوفني كمان 20 سنه جايه، هو مش فاضي كمان 20 سنه، فانا كمان 20 سنه هبقى احاول معاه تاني. طبعا مستحيل تكون اي حاجه الا بيجنر فريش يير في المجتمع بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو قلت لي هنتقابل الساعه كام وانا قلت لك الساعه 2 وانت صدقتني، fool me once shame on you, fool me twice shame on you, fool me shame on you برضو. عشان احنا عندنا برضو سيم كده كلنا كشعب انه مستحيل. بجد انا خلاص انا بقى عندي يقين انه مستحيل، احنا مستحيل نتقابل في الميعاد اللي احنا قلنا عليه. بس يعني احنا ندعو الله ان هو يكون within ساعة بعد اتفاقنا بالميت، يعني ده لو احنا ناس محترمة. لكن بجد انا كل المقربين ليا بنتفق على مواعيد، بنتقابل في مواعيد، ممكن نتقابل في نفس الميعاد تاني يوم مثلا او حاجة. ممكن بقى ازود حاجة، يعني حاجة انا مش عارفه ازاي اشرح لحد، عشان دي بس حصلت في دفعتي، يعني في الدفعه بتاعتي. انا مش عارفه اشرح لحد ازاي ان ممكن مدرس like teacher يتجوز واحده قدي، يحب يعني يشوفها في الدرس او في المدرسه، يعجب بيها، يخطبها ويتجوزها. دي انا برضو مش عارفه اشرحها لحد، مش عارفه اشرحها لنفسي. اصل انت فاهم هو اصلا ليه، هو اصلا ليه عامه. انا قد قولي وقد كلمتي، والحلقات اهو بتطول واحده واحده. بس انا مش عايزه اطولها مره واحده كده واديلكم في وشكم. حاسه ان اصلا التوبيك ده عمره ما يخلص في حلقه واحده، ممكن يتعمل منه بارت 2. فلو عندكم افكار او حاجات انا ما قلتهاش ابعتولي على انستجرام. يعني انا بتبسط وانا بسجل وانا بتكلم معاكم، لان انا
بسمع كل الكلام بتاعكم كده بحس ان انا قلبي بيرقص من جوه. ف شكرا مرة كمان، انتوا احسن ناس في الدنيا على كل السبورت اللي انا بشوفه منكم. بجد انا بحس ان انتوا بجد اخواتي والله العظيم، مش كلام. بجد انتوا اخواتي بجد، you are my family. لا، انا بحس ان انتوا فعلا الناس الوحيده اللي انا بحس ان هم اخواتي وصحابي. ف thank you thank you thank you. و زي ما قلت، لو عندكم اي فكره او حاجه عن الحلقه دي ابعتولي، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع اللي جاي، ولنا لقاء اخر في منتصف ليل اخر. بحبكم.